أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض إزاي تغيري حياتك بنسبة 180 درجة، وإزاي حياتك تتغير للأفضل وللأحسن، وإزاي تفهمي نفسك صح بشكل علمي ونفسي بشكل دقيق. اللي حابب يعرف معانا ويعلي من ثقته بنفسه ويعلي من صحته النفسية، لايك وشير ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. في البداية هنقول الجملة الشهيرة بتاعت الفنانة ماري منيب: انت جاية اشتغلي ايه؟ فعلًا إحنا جايين ليه؟ إحنا بنعمل إيه؟ كل واحد فينا ما فيش حد على وجه الأرض إلا ووقف وسأل نفسه السؤال ده، يا ترى أنا جاية للحياة باعمل إيه؟ مطلوب مني إيه؟ ما فيش حد فينا إلا وسأل نفسه السؤال ده، وبدأ رحلة التفكير والتدبر لغاية ما يجاوب كل واحد فينا على السؤال المهم جدًا ده. كل واحد فينا بيرسم رحلته لنفسه بنفسه، فينا اللي بيشتغل على رحلته على إرضاء نفسه من أول لحظة لآخر لحظة، وفي ناس تانية بتشتغل على إرضاء كل اللي حواليها وبس. وفي ناس بتجمع بين الاتنين، ترضي الناس شوية وترضي نفسها شوية. المعادلة دي ما اخبيش عليكم بتكون صعبة برضه، لأن صاحبها بيتخبط شوية يرضي نفسه، شوية يرضي اللي حواليه وهكذا، شوية يرضي يعلي من إرضاء نفسه على حساب المجتمع، وشوية لأ يرضي المجتمع على حساب نفسه، وبالتالي بيتخبط. أما النوع الرابع فده بقى اللي اختياره بيكون فعلًا اختيار صحيح أكتر، ده الشخص اللي بياخد المعيار الأعلى والأفضل، ده بيختار رب الكون، بيختار ربنا سبحانه وتعالى، وبيقيس حياته على أساس ربنا عاوز منه إيه، ربنا عاوز منه إيه في الوقت الفلاني، إيه في الدور فلما يبقى يكون دوره كذا في الحياة يكون دوري إيه. الشخص ده أكتر حد بيكون مرتاح نفسيًا، وأقل واحد في المجموعة دي كلها في جلد الذات، لإنه من الآخر كده ماشي على كتالوج ربنا سبحانه وتعالى، على مراد ربنا منه. تعالوا نشوف مثال كده، لو أنتِ طبيبة نيتِك إيه؟ لو نيتِك تكوني مشهورة بس ومعاكِ فلوس فللأسف أمورِك يعني أنتِ كده عملتِ بس مقياس المجتمع، ومقياس نفسِك فيه جزء منها برضه. طيب لكن مطلوب منِّك إنِّك تاخدي بالِك وتوسّعي تفكيرِك ونظرتِك للأمور وتربطيها أكتر وأكتر بربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى طالب منّي إيه؟ ربنا طالبني أعمل وأسعى ل لل أسعى أسعى في مساعدة المريض وأهوّن عليه وأقف وأساعدهم يعني في شفائهم عن طريق علمي ودراستي اللي أنا درستها، فيبقى مهمتي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. مهمتي بتكون معايا مال، إيه المشكلة؟ يعني ممكن تكون من مهامي كمان أو من الحاجات اللي باجدد نيتي فيها إن إيه المشكلة إن يكون معايا مال؟ معايا مال عشان أنفقه على نفسي بالحلال، علشان أغني نفسي عن مسألة الناس، يعني ما اسألش الناس يعني مال أو فلوس أو الكلام ده، لأ أنا اللي باغني نفسي عن طريق عملي، وديّة حاجة مش وحشة، دي بالعكس حاجة كويسة. وممكن كمان آخد في نيتي إن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. القوي يا جماعة مش معناه في الحديث قوي الجسم بس، القوي قوي في أي حاجة، قوي بماله، قوي بجسمه، قوي بعلمه ودراسته. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان قوي بماله، ساعد المستضعفين من المسلمين وكان بيشتريهم ويخلصهم من العبودية لوجه الله عز وجل، زي قصة شراء سيدنا بلال بن رواح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو اختار حياته واختار رحلة حياته إزاي يعيش فيها، اختار إن هو الآخرة. علشان كده بنقول الإنسان بإيده بيختار حياته، بتختار أنت عايز تمشي في إيه. طيب الجزء ده بينقلني نقلة مهمة جدًا للبنات وللسيدات، ليه هُم دايمًا بيجلدوا نفسهم؟ يمكن البنت والسيدة فيما بعد عمومًا بتجلد نفسها أكتر من الراجل، لإن الراجل بيعتمد أكتر وأكتر في حياته إن هو بيحقق أهدافه بدون ما حد يوقّفه، بدون ما معرقلات بتحصل في حياته. لا هو حد بيغصب عليه مثلًا جوازة معيّنة ولا عمل معيّن ولا إن هو بيتوقّف عن حياته بسبب إن هو تزوّج أو إن هو أنجب، لأ، يمكن البنت فعلًا اللي حياتها بتتوقّف بعض الشيء بسبب الحاجات دي. وده اللي هنتكلم مع بعض فيه الفيديو الجاي إن شاء الله، هنتكلم مع بعض ليه البنات والنساء عمومًا هم أكثر فئة في جلد الذات، إيه السبب
وليه وإزاي نطلع من المشكلة دي. لو لسه معانا لآخر الفيديو النهارده يا ريت لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل، وإن شاء الله نتقابل في الفيديو التاني الجاي للبنات فقط. دمتم بخير وسعادة.